ركز معايا يا ابو الاصدقاء، انا عارف ان انت ما بتحبش السياسه وما بتحبش كلامها المكلكع، بس العالم دلوقتي تقريبا داخل على شبه حرب ولازم تبقى عارف اللي بيحصل. اكيد انت كنت قاعد في البيت يوم الخميس اللي فات مأنتخ بعد الساعه 12، قلت كده انك صباح الجمعه وما وراكش اي حاجه، اجازه بقى وبتاع، فقمت قلت ايه ما اشوف لي كده فيلم ولا حاجه. فوانت بتقلب كده عشان تشوف الفيلم تلاقي في قناه جت عليها حرب شغاله، فقلت الله اكبر اوبنهايمر شغال. انا ما شفتش الفيلم ده في السينما، فده انسب وقت اتفرج عليه. بس وانت قاعد بتتفرج كده تلاقي ان القناه اللي شغال عليها الفيلم مش ام بي سي 2 وتلاقيها قناه الجزيره، فتبدا تقول لنفسك هي قناه الجزيره بقت بتجيب افلام ولا ايه؟ بس مره واحده تلاقي ظهر فوق على الشاشه كلمه بث مباشر، فتبدا تحس ابو الاصدقاء ان ده مش فيلم ولا حاجه. ولما تفتح تليفونك تشوف ايه اللي بيحصل تلاقي ان الدنيا كلها مقلوبه على النت وفي حرب اشتغلت في العالم وحضرتك نايم في ميه المخلل. بس السؤال هنا ابو الاصدقاء، هو مين بيحارب مين وبيحاربوا بعض ليه اصلا؟ انا طبعا مقدر ان الدنيا كلها مقلوبه على السوشيال ميديا من الخميس بالليل وانت مش فاهم اي حاجه. خليني بقى ايه افهمك كل حاجه. الحرب اللي بتحصل حاليا بكل بساطه هي بين دولتين، ايران واللي ما يتسموش، مع ان اللي ما يتسموش مش دوله بس خلينا نفترض. واللي ما تعرفوش ابو الاصدقاء ان المره دي الدنيا ولعت على الاخر، وللاسف احنا مش هنعرف نطبل لايران لان اللي ما يتسموش نفخوهم بالمعنى الحرفي. هتقول لي ازاي يا شاب؟ ركز بقى معايا قوي في اللي جاي عشان تعرف ايه اللي حصل من الاول. خلينا نفترض ان في 3 اشخاص عايشين في مناطق مختلفه بس يعتبر قريبين من بعض. الشخص الاولاني هنسميه علي وهنفترض ان علي ده هو ايران، والشخص التاني اسمه ديفيد وهنفترض ان ديفيد ده هم اللي ما يتسموه. اما الشخص التالت هنسميه جون وهنفترض ان جون ده هو الولايات المتحده الامريكيه. هتقول لي طب يا شاب ما نسميش بلاد بمسمياتها ليه اصلا اللفه دي كلها؟ هقول لك بقى يا باشا قول لي يوتيوب الكلام ده، انا ماليش دعوه، يوتيوب ما بيحبش يسمع اسامي بعض الدول المعينه. المهم ما تنساش بس الاسماء دي وركز خاصه مع الاسمين دول، ديفيد هيمثل اللي ما يتسموش وجون هيمثل امريكا. المعروف عن جون وديفيد ان هما شبه اصحاب، او خلينا ما نقولش اصحاب بس يعتبر مصالحهم واحده. وكمان جون عنده مهاره انه يركب لا مؤاخذه ديفيد، يعرف يسيطر على تفكيره، بس في نفس الوقت ديفيد مش عبيط بس ما عندوش مانع انه يستعبط عشان جون في صفه. المهم ان في نفس الوقت وعلى الجانب الاخر في منطقه مجاوره ساكن واحد اسمه علي. جون وديفيد بيكرهوا علي ده كره العمى. طب ليه يا شاب؟ لان علي ده ابو الاصدقاء نوعا ما بيهدد وجودهم. ازاي يعني يا شاب بيهدد وجودهم؟ علي ابو الاصدقاء بيصنع ما يعرف باسم القنابل النوويه. اوبا، علي ده شكله واد خطر. انت بتتكلم بجد يا شاب؟ اه والله ابو الاصدقاء، ده كمان علي مش بيصنع نووي بنسبه قليله، علي بيصنع نووي بنسبه بتوصل لحد 60%. هتقول لي طب معلش يا شاب مهما كانت النسبه اللي بيصنعها علي صاحبنا ده مش هتبقى قد النسبه اللي عند جون اللي هي امريكا. امريكا بالنسبه لايران امريكا تحط عليها. ما هو برضه ابو الاصدقاء جون ده عنده عيب، هو ما بيحبش ان النووي يبقى غير عنده. هتقول لي طب ما امريكا تضرب ايران والموضوع يخلص. ما هي دي بقى ابو الاصدقاء النقطه اللي انا كنت عايز اصارحك بيها، ان جون اللي هي امريكا عنده مشكله بسيطه نوعا ما، والمشكله دي تخليه ما يقدرش يروح يحتك مع علي بشكل مباشر مع انه يقدر يقضي عليه. هتقول لي طب ايه المشكله يا شاب؟ المشكله ان النفط والبترول اللي بيروح امريكا لازما يعدي من عند علي الاول، او بمعنى اصح النفط والبترول اللي بيروح امريكا لازما يعدي من عند ايران الاول، والحته دي اسمها مضيق هرمز. ولو ايران قررت انها تقفل مضيق هرمز ده امريكا هتزعل وهتزعل جامد قوي، لان اقتصادها واقتصاد العالم كله هيتاثر. فامريكا محتاجه تفكر تعمل ايه عشان تفضل تاخد نفس مصالحها وفي نفس الوقت تدمر ايران والنووي اللي بتعمله. تعملي ايه يا امريكا؟ تعملي ايه يا امريكا؟ ايه ده صح؟ هو فين ديفيد؟ جون اللي هي امريكا شافت ان ديفيد اللي هم اللي ما يتسموش هو الشخص الامثل لانه يقوم بالمهمه دي. طب ليه يا شباب؟ اولا لان اصلا في بين اللي ما يتسموش وايران قلق بقالهم فتره، ما بيتقوش بعض لله في لله كده يا اخي، ودايما دول بيدعموا ناس بتضرب دول ودول بيدعموا ناس بتضرب دول. ثانيا لان ديفيد اللي هم اللي ما يتسموش مصالحه كلها متعلقه مع جون اللي هي امريكا، فاللي ما يتسموش لو قرروا انهم يضربوا ايران مش هيأثر التأثير الكبير قوي، هو بس اللي ممكن يحصل ان ايران ترد الضربه بضربه والموضوع خلص. وكده كده ديفيد اللي هو اللي ما يتسموش مش هيأثر عليه قوي، بس ضربة ديفيد هتوجع اكتر لان ديفيد هو اللي هيبدأ وكمان هيدمر اللي علي قاعد يبنيه بقاله سنين. والقصة البسيطة اللي انا حكيتها لك ده بالاصدقاء بالظبط اللي حصل اليومين اللي فاتوا. اللي حصل ان اللي ما يتسموش بقالهم فترة كبيرة مدكنين لايران، ويوسفني اقول ان اللي ما يتسموش كانوا مخترقين ايران بشكل شبه كلي. اللي ما يتسموش كانوا عارفين تحركات اهم القادة بتوع ايران، عارفين الاماكن اللي بيصنعوا فيها النووي، ومش بس كده ده كمان عارفين العلماء والاشخاص المسؤولين عن تصنيع النووي ده. هتقول لي يا نهار ابيض يا شباب عرفوا كل ده منين؟ هقول لك بكل اختصار يا ابو الاصدقاء، لان كان في جواسيس من اللي ما يتسموش جوه ايران، وجهاز الموساد بتاع اللي ما يتسموش كان راكب ايران بشكل كامل. ايران كانت مخترقه من جوه، كان معروف كل شخص هو فين وهيبات فين واماكن المفاعلات النوويه فين. فاللي حصل كان كالتالي، ان بعد اللي ما يتسموش عرفوا كل ده عن ايران راحت جت امريكا قبل ما يحصل ضرب ولا اي حاجه وقالت لهم يا جماعه انتوا بتصنعوا نووي كتير. فايران ترد عليهم وتقول لهم لا طبعا، فامريكا ترد عليهم وتقول لهم يا جماعه ده ما ينفعش، وايران تقول لهم
ايران برضه لا. وكده كده ايران عارفه ان امريكا مش هتقدر تعمل حاجه لان مصالحها في ايديهم، بس اللي ما كانوش يعرفوه ان اللي ما يتسموش راكبينهم بقالهم فتره كبيره وعارفين كل واحد فين مكانه وكل حاجه موجوده فين. وبالفعل يوم الخميس بعد الساعه 12 بالليل وفي اقل من 10 دقائق ابو الاصدقاء اللي ما يتسموش دمروا سلاح الطيران بتاع ايران الضعيف وقاموا نافخينهم. هم مش بس اللي ما يتسموش نفخوهم عادي، اللي ما يتسموش نفخوهم بالمعنى الحرفي، ضربوا لهم اهم المفاعلات النوويه اللي موجوده عندهم. اللي اتدمر واللي ما اتدمرش هم خربوه وهيقعدوا يبنوا فيه لسنين قدام عشان يرجع زي ما كان. ده كمان موت لهم اهم 2 علماء في المجال النووي عندهم واللي كانت شغلتهم الاساسيه انهم يطوروا المفاعلات دي. ثالثا موت لهم ارفع المناصب العسكريه عندهم في ايران، قاده بالنسبه لايران ما يتعوضوش، غير بقى اماكن استخباراتيه مهمه، اماكن فيها اوراق وحاجات سريه جدا. كل ده اتدمر، وكل ده والاصدقاء حصل في اقل من 10 دقائق. ويوسفني اقول لك ان الموضوع تم بقمه السلاسه، لدرجه ان في الهجوم الاول مفيش طياره واحده تبع اللي ما يتسموش وقعت، كلهم نفخوهم ورجعوا. وده يدل على مدى الاختراق اللي كانت ايران متعرضه له. واحد هيجي يقول لي انت شكلك يا شاب ما شفتش اللي ايران عملته في اللي ما يتسموش دول، يا ابني ردوا عليهم ونفخوهم، واحنا كلنا يعني شفنا الصواريخ اللي ضربوها. والاصدقاء انا متفاهم جدا كرهك للي ما يتسموش وعارف قد ايه انت بتكرههم ونفسك بكره الصبح ما يكونوش موجودين، وانا والله العظيم اكتر منك. بس لو هنشيل عواطفنا من الموضوع وهنتكلم على اللي شفناه بعين الحقيقه، اللي ما يتسموش حرفيا حطوا على ايران. حتى لو ايران ردت لهم الضربه بضربه، انا لسه قارئ ان هم ردوا عليهم ب 150 صاروخ وكمان بيقولوا لسه في 2000 هيتضربوا. انا ما عنديش مشكله مع كل الكلام ده، انفخوهم، بس المشكله حتى لو ايران ردت لهم الضربه بضربه، حتى لو ضربه ايران كمان اقوى، واقعيا ان اللي ما يتسموش هم اللي حطوا عليهم اقوى، لان اللي ما يتسموش كانوا عارفين بيضربوا مين وفين وامتى. يعني هم كانوا عارفين ان الناس المهمه دي هتكون موجوده فين وامتى، وعلى اساس كده ضربوهم. ولو سالتني وسالت اي حد هم اللي ما يتسموش عاوزين يموتوا الشعب الايراني، هقول لك لا، هدفهم سياسي بحت، يدخلوا يموتوا القاده العسكريين والناس المسؤوله عن القواعد النوويه دي ويخرجوا. جه بقى مواطنين في النص والله خير وبركه، بس ده مش هدفهم، هدفهم الناس اللي انا قلت لك عليهم. عشان كده الصواريخ اللي كانوا ضاربينها اللي ما يتسموش كانت داخله مستهدفه القاده الايرانيين في اوض ضمهم. انت متخيل وهم ساكنين وسط عماير، زي بالظبط ما حصل وقت اسماعيل هنيه. ايران ردت، واتمنى كمان ان ايران تحط عليهم جامد، بس المعروف ان رد الفعل كده كده بيبقى متحضر له، واللي ضرب الاول هو اللي كان شاطر. وعشان تتاكد من كلامي هسالك سؤال، هل اللي ايران ردته وخسر اللي ما يتسموش نفس الخساره اللي ايران خسرتها؟ لو فعلا مذاكر اللي حصل هتبقى اجابتك لا، لان زي ما قلت لك ان اللي ضرب الاول هو اللي كان مخطط صح، وكده كده الرد بيكون متحضر له. وانا بقول لك اهو ان اللي ما يتسموش عملوه ده هتقعد ايران تبني فيه عشرات السنين عشان بس تعرف ترجعه تاني. الروس النوويه اللي ما يتسموش دمروها لايران حليني بقى قبل ما ترجع تاني، وده اصلا لو عرفت تجيب ناس وعلماء تقيله زي اللي ماتوا، وده هيخلي ايران بعد ما ترد الضربه اللي حصل لها عشان تحفظ كرامتها وتعمل بروباجندا عشان يوريك قد ايه هم ضربوا وعملوا وسووا، هيرجعوا تاني على ترابيزه المفاوضات قدام امريكا، بس المره دي اضعف. فالعروض اللي كانت معروضه عليهم في الاول مش هتبقى موجوده، وهتضطر ايران انها توافق على الشروط اللي هتحطها امريكا، واللي بالمناسبه هتكون العن من الشروط الاولى. يا ولاد اللعيبه، ولاد اللعيبه عملوا عليهم كماشه. الحلقه دي يا ابو الاصدقاء هي للاسف مش حلقه تعاطف وتسقيف على ما فيه. انا اكتر واحد نفسي بكره الصبح اللي ما يتسموش ما يبقوش موجودين ويتمحوا حرفيا من على وش الارض، بس المره دي بجد اللي ما يتسموش لعبوها صايعه قوي قوي قوي. وكل اللي اقدر اقوله في اخر الحلقه انك ما تنساش تعمل لايك للحلقه وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكالعاده ما تنساش تعمل شير.